عندك حبات تاع التفاح، ما فهمتي ديري بهم تحليه، ما فهمتي ديري بهم عصير، روحي تشوفي واش راح نديرو مع بعض. نديرو مع بعض معجون التفاح، ولا اروع. طريقه تحضيره جد سهله ويجيك بنين بنين خطير. اول حاجه نروحو نحضروا الشربات. هنايا في الكاسرول نحتاجو كاس تاع سكر، راح نحطو معاه 3 كيسان تاع الماء. كيما قلت لكم اول حاجه راح نبداو بالشربات. كاس تاع سكر معاه 3 كيسان تاع ماء، وراح نديرو شريحه تاع الليمون وعود تاع قرفه. نخلطهم شويه مع بعض حتى نشوف هذاك السكر تاعي ذاب. نروح نحط الكاسرول تاعي على نار تكون اقل من المتوسطه. في الوقت هذا لي الشربات تاعي تغلى، نروح نقشر التفاح تاعي. درك شوفوا البنات، اللي حبت المعجون تاعها يكون شويه خفيف دير طل تاع تفاح، واللي حبت المعجون تاعها يكون نوعا ما ثقيل دير فوق الطل تقريب كيلو ولا 800 غرام هكاك تاع التفاح. الوقت اللي راني نقشر التفاح تاعي، كل ما نقشر حبه نمسحها بالقرص باش ما تكحليش. بعد ما غلات الشربات تاعي نحكم هذاك التفاح تاعي نحطو مباشره هنا في الشربات على نار دائما اقل من المتوسطه. شوفوا مش راح يديلكم اكثر من الساعه. كي تشوفي التفاح تاعك طابلك تعرفي المعجون تاعك راه واجد. مره على مره بقاي راقبيه باش ما ينقصلكش منه الماء. على نار متوسطه راح يجيك سوا السكر مع الماء. بعد ما فات تقريبا واحد 45 دقيقه المعجون تاعي تاع التفاح راه واجد. طريقه تحضيره راكم تشوفوا فيه البنات. حطيت في الغيسيبيون هكذا وحكمت هذاك الشربات فرغته. شوفوا البنات درك راهو سخون، بعد كي يبرد راح يزيد يحكم شويه روحو، يعني راح يعقد. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. طريقه تحضيره جد سهل والبنه خطيره يا البنات. تقدروا تتقهواو به مع قهوتكم تاع الصباح قبل ما يخرجوا وليداتكم للمدرسه. هنا مادام رانا في التفاح البنات استغلوا بالاخص هذاك التفاح الصغير. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه حبيباتي.